بالنسبة للذهاب إلى البحر، هذه مما عمت به البلوى مع الأسف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة غير مختمرة، مش مسافرة، يعني مش معناها معرية كلها، لا، غير مختمرة، يعني ما دايراش الخمار، قدام راجل كفيف، راجل كفيف يعني فاقد البصر، ما وش يشوف فيها. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: علاش هذا الأمر هذا راكي عليه هكذا؟ قالت له: يا أخي هو أعمى. قالها: لكن أنت تشوفي. إذن لم يجز لها أن تبقى بلا خمار ولو مع كفيف، فما بالك بالمبصرين لبعضهم. حتى نوفر الشواطئ خاصة للعائلات، أنت تأخذ عائلتك، والآخر جارك يجيب عائلته، والآخر يجيب عائلته. إيش معناه؟ معناه أنت تشوف عائلته وهو يشوف عائلته، والآخر أولاد كيف كيف. إذا المسألة مسألة وجود الظاهرة كلها، الاختلاط بين الرجال والنساء، هذه ظاهرة مرضية في المجتمع، مرضية أخلاقيا طبعا. علاجها عندنا أماكن نروحوا نستجموا فيها، مش شرط البحر. البحر هذا علاش نروحوا؟ للتبريد. عندنا الماء في الدار نبردوا نفوسنا، عندنا الحمامات في البيوت نبردوا نفوسنا، عندنا غابات نقدروا نروحوا نستجموا، يعني نشموا الهواء ونعيشوا شوية نتاع نسمات البرد وما إلى ذلك، من غير ما يكون فيه كشف. لأن المحرم ليس الاختلاط. تقدر عائلتك وعائلة هذا وعائلة هذا تلاقوا في الغابة، في ساحة عامة ولا غابة كبيرة، موش عيب. لكن امرأة لابسة محتشمة والراجل راه شاد حرمته وشاد حده، ما فيش إشكال. الإشكال في رؤية ما لا يجوز رؤيته، وفي كشف ما لا يجوز كشفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغت المرأة لا يرى منها إلا هذا وهذا. أشار إلى وجه المرأة وكفيها. إذا كان فيه عندكم بحر تعوموا من غير ما يظهر حتى شيء إلا الوجه والكفين، روحوا، ما كانش. فلذلك ما يصحش. هذه لا عائلات محترمة أو غير محترمة، يعني الكشف وتمكين رؤية الغريب لامرأة ليست محرم لما لا يصح أن يراه إلا المحرم، هذا لا يجوز.